السلام عليكم احبابي في الله، نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. يلقاكم الفيديو في احسن الاحوال ان شاء الله. اليوم بغيت نتقسم معكم كيك وغاليت اللي كيجيو رائعين جدا، اقتصاديين، مكوناتهم متواجده في كل بيت، نحضروهم هكا للكوتي ديالنا. ساهلين واقتصاديين، كيوجدوا معنا بسرعه. نتمنى منكم انكم تتابعوا معايا الوصفة وطريقة التحضير، ونبقاو مع الطريقة مع الفيديو ان شاء الله. بسم الله. هنايا بالنسبة للكيك كنحتاج كاس ديال عصير البرتقال، نص كاس ديال الزيت، كاس الا ربع ديال سكر سنيده، وبيضه واحده، وقشور برتقاله محكوك، وعندي تما خماره ونص. خماره وحده هنايا عندي غير النص ديالها ما كاملاش. وهنايا الدقيق اللي غادي نعبرو معكم ان شاء الله فاش نكونوا كنحضروا الكيك. كندير قشور البرتقال، كنزيد عليه بيضه، واحد الرشه ديال الملحه، كنزيد سنيده، بيضه واحده. كتجي هاد الكيكه زوينه وخفيفه، نتمنى انكم تجربوها، اقتصاديه كتجي روعه. كنحاول هنايا انني نخدم البيض مع السكر وقشور البرتقال مزيان حتى كيبيض ليا الخليط. صافي فاش كيولي بحال هاد الطريقه كنزيد الزيت شويه بشويه، وانا كنطرب حتى كينسجم الزيت مع باقي العناصر. كنزيد هنايا عصير البرتقال. صافي وهنا كنبقى كنزيد دقيق. درت الكاس الاول، كنزيد خماره ونص. كيف قلت لكم راه عندي تما غير خماره ونصف ديال الخماره، ماشي جوج كاملين. كنخلط كلشي. صافي وهنايا كنزيد الكاس الثاني. صافي كنخلط مزيان، وكتكون هزات ليا الكيكه هنايا جوج كيسان ديال الدقيق. كنتحصلوا على هذا القوام هذا. صافي هنا كنجيب المول اللي كنكون دهناه بالزبده ورشاه بالدقيق. يمكن لكم ديروا في اي مول دائري، ماشي بشرط يكون هذا. صافي هنا من بعد ما كنفرغ الخليط ديالي كندخلو للفران، كنطيبوه بالطريقه اللي كنطيبوا بها الكيك العادي. هنا بالنسبه للكاليط عندي تما جوج معالق ديال النشا او المايزينا، 3 البيضات، وكاس ديال الزيت، كاس ما عامرش مزيان ديال سنيده، وواحد جوج معالق ديال العسل، والدقيق حسب الخليط، وجوج ساشيات ديال الخماره، وواحد فاني، ومبشور برتقاله، وواحد القبصه ديال الملح. كندير البيض، كنزيد السكر مع ديك الملحه وقشور البرتقال، كنخدم كلشي مزيان حتى كندوب ليا هذيك سنيده، ما يبقاش ليا دوك الحبيبات ديالها. كنزيد هنا الفاني. صافي وكنبقى كنخدم الخليط ديالي مزيان حتى يبدا يبيض ليا. هنا كنزيد جوج معالق كبار ديال العسل. كنزيد الزيت. صافي وكنخلط كلشي مزيان حتى كينسجموا ليا جميع العناصر، كيولي عندي واحد الخليط متجانس. صافي هنايا كنزيد جوج معالق كبار ديال النشا. يمكن لكم تستبدلوهم بكريم باتيسير، اولا يمكن لكم تستغناو عليهم الا ما كانش متوفر. كنزيد عليهم جوج ساشيات ديال الخماره من وزن 8 غرام، وكنبقى كنزيد في الدقيق شويه بشويه حتى كنتحصلوا على واحد العجينه اللي تكون ما نقصحوهاش بزاف، نخليوها رطبه شويه باش من بعد يجي معنا الكاليط ديالنا هشيش ورطب، ما يجيش قاصح. ضروري ما اننا نخليو العجين رطب. المهم انايا تما كنت عابره 5 ديال الكيسان ديال الدقيق، ودخلت في العجينه 4 ديال الكيسان فقط. صافي حتى كنتحصل على واحد العجين، هذا هو القوام ديالها. كيف كتشوفوا كتكون رطبه.
صافي هنا كنبقى كنشكل العجين ديالي على هاد الطريقه هذه، على شكل دائري، وكنبسطهم شويه ما نخليهمش غلاظ بزاف، وكنبقى كنحطهم في صينيه اللي غندخلها للفران مفرشه بورق الزبده او مدهونه بالزيت. صافي وكنستمر على هاد الطريقه حتى كنسالي كاع الكميه اللي عندي. من بعد ما ساليت كلشي، عندي هنايا واحد المعلقه ديال الكاكاو مع واحد 2 معالق ديال الماء، وكنبقى كندير الوجه ديال البسكوي او الكاليت ديالي كيف يمكن لكم تستبدلوه باصفر بيضه مع شويه ديال قهوه سريعه الذوبان. كنستمر على هاد الطريقه، كندهن الكاليت ديالي حتى كنسالي كاع الكميه اللي عندي. من بعد ما كنسالي كنبقى ندير خطوط بحال هاد الشكل بالفرشيطه، كنحاولوا نجرو من الفوق فقط، يعني ما نضغطوش على الفرشيطه بزاف باش ما نجروش معنا العجين. صافي هنا من بعد ما ساليت كندخلو للفران اللي كيكون مسخن من قبل حتى كيتحمر من التحت، ومن بعد كنهبطوه باش يتحمر من الفوق. هنا بالنسبه للكيكه راه طابت، جبدتها ورجعت الكاليط يطيب، وكنخليها تبرد في جنب، وكندوز باش نحضر الكريمه اللي غادي ندير لها من الفوق. عندي كاس ديال عصير الليمون مع ملعقه كبيره ديال كريم باتيسير و2 معالق ديال سنيده، كنديرهم فوق النار حتى كيعقدوا، وكنخويهم على الكيكه ديالي كيف كتشوفوا هنا. كتجي زوينه، كتجي منسمه بالنكهه ديال البرتقال مع هاد الكريمه، حتى هي كتعطيها واحد المذاق زوين. دابا البرتقال هذا وقته نستغلوه هكا في وصفات، يعطينا مذاق زوين في الوصفات ديالنا. صافي كنحاول انني نطلق الكريمه على الوجه ديال الكيك كامل كيف كتشوفوا، كتكون طبقه رقيقه. صافي وهنا كنزين شويه بجوز الهند من الفوق، كندير واحد الخط هكا ديال الكوك كيعطينا واحد المنظر زوين. وهنا الكاليت ديالي من بعد ما خرجته من الفران هذا هو الشكل ديالو. وهادو هما الوصفات ديالنا من بعد ما كيوجدوا. هذا الكاليط وهذه الكيكه كيجيو رائعين اقتصاديين بمكونات جد بسيطه كيف شفتوا معايا، كيجيو لذاذ بزاف. نوجدوهم هكا للكوتي ديالنا او ينفعونا بزاف هكا. انا نحل معكم واحد كيف كتشوفوا كتجي هشيشه من الداخل، كتجي مرمله وخفيفه. نتمنى انكم تجربوها وتنال الاعجاب ديالكم. الكيك حتى هو كيجي رائع، كيجي رطب وخفيف، كيجي زوين بزاف. بيضه واحده كتعطينا واحد الكيكه اللي زوينه بزاف. نتمنى من الوصفات انهم يكونوا عجبوكم، وما تنسوش تدعموني في القناه وديروا اشتراك ولايك وشي كومونتير يكون زوين. وهنا كنقول لكم الى اللقاء، الى فيديو اخر ان شاء الله.